في كومنت تاني برضك على اليوتيوب بيقول: السلام عليكم يا استاذ شريف، ربنا يرحم الوالد رحمه واسعه، اللهم امين، واتمنى ان انتوا كلكم تدعوا لوالدي بالرحمه والمغفره. ربنا يجعل المعلومات اللي انا بقولها دي في ميزان حسناته هو. يعني عايش في مصر وعايز اسافر الامارات واشتغل، ازاي اجيب عقد عمل للامارات؟ هل ينفع اسافر الامارات سياحه وادور على شغل على عمل، ولا اعمل ايه؟ ولا ينفع اسافر سياحه وادور على شغل؟ تكلفه السفر السياحه كام من الامارات بالجنيه؟ اولا انت محتاج تتعب شويه عشان تدور المعلومه. مفيش حد هيجي يقول لك انت تعمل كذا 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 ويديك المعلومات مره واحده ويقول لك كذا كذا. بص، في الاول وفي الاخر السفر ده قرارك انت، مش قرار حد. بس خليني اقول لك من حته عقد العمل دي، انت ما تقدرش تجيب عقد عمل من مصر اللي انت مش هتدفع فيه فلوس، يعني غير لما انت تكون نابغه قوي في الحاجه اللي انت بتقدمها. انا اعرف ناس جت على عقد عمل هنا، بس الناس دي مثلا متخصصه في حاجه معينه، او هو الشغلانه بتاعته بيبقى مطلوب جدا، او لينكد ان بروفايل عنده جامد. فاللي هو جامد ده بمعنى اللي هو راجل اكتف على لينكد ان وعنده كونكشنز كويسه وكده. اما انت بقى عقد عمل اللي انت تشتري عقد عمل ديليفري ومش عارف ايه، ده يعني مثلا بيبقى اتجاه الناس اللي ما عندهاش صنعه، ما عندهاش اي حاجه، فبيشتري ده. بس انا يعني ماليش دعوه بالكلام ده. انا بتكلم دلوقتي ان حد، هل ينفع اجيب عقد عمل من مصر؟ ينفع تجيب عقد عمل من مصر ويخلصوا لك الاجراءات وانت في مصر، تيجي هنا على الاقامه. بس الكلام ده لما انت تكون متخصص في مجالك، او انت مجالك انت حاجه جامده فيه قوي، انت تكون بقى معاك شهاده كويسه، التخصص بتاعك مطلوب هنا، وحاجات كتير، ومعاك لغه طبعا، ومعاك حاجات كتير كده. في ناس بتيجي على عقد عمل، بس الغالبيه 90% بيجوا يشتروا عقد العمل اللي هو بيبقى الاقامه يعني. وده يعني انا دايما برشح للناس اللي هتيجي على سياحه، بيجي على تاشيره سياحه شهرين، مش اقل من شهرين، عشان شهر ده مش تلحق اصلا في تعمل فيه حاجه. انا لما جالي شغل كنت بدات في اجراءات اقامتي بعد 50 يوم، اللي هو كان في اخر تاني شهر. تيجي على شهرين وبتدور، لو ربنا كرمك بوظيفه بياخدوا تاشيره السياحه بتاعتك، يحولها لك، يعملوا لك تعديل وضع الاول، يحولها لك لفيزا عمل، بعد كده يبداوا لك في اجراءات الاقامه. توفيق للجميع، ودعواتكم للوالد بالرحمه والمغفره.